سنة 1956 ميلادية كيتم الاستقلال نتاع المغرب من فرنسا وإسبانيا، ومن مورا هذا الوقت مباشرة كيتم التحدث عن إنشاء مدونة الأسرة في المغرب، وكيتم تكليف الفقهاء زائد رجال القضاء والقانون باش يصوبوا هذه المدونة. أما المصدر نتاعها كيعتمد على الشريعة الإسلامية وفقا للمذهب السني المالكي اللي هو مذهب الدولة المغربية منذ القدم، زائد بعض الأحكام الأسرية من مذاهب أخرى سنية. وباش تفهم معايا البلان عزيزي المشاهد، خصك تعرف باللي قبل الاستعمار الفرنسي كان المغرب كيحكم بالشريعة الإسلامية، أي أن هاد القوانين اللي كتشوفها دابا واللي كتخالف الشريعة الإسلامية راه تم فرضها على المغرب من طرف المستعمر الفرنسي غير في التسعينات، وليس من تاريخ المغرب بتاتا. والآن كيتم فرض قوانين أخرى غربية من أجل تدمير الأسرة المسلمة المغربية من طرف أبناء الاستعمار الفرنسي، حتى لهنا كل شيء واضح. وسيدي في سنة 1958 ميلادية بالضبط في زمن الملك محمد الخامس رحمة الله عليه كيتم تصدير مدونة الأسرة بشكل نهائي اللي كانت كتكون من 297 فصل، وكيتم تقسيم نتاعها لستة الكتوبة اللي هي الزواج والطلاق وأحكام الولادة والأهلية والنيابة الشرعية والوصية والميراث. وبقات غادية القضية حتى سنة 1993 ميلادية، أي بعد 36 سنة من الإنشاء نتاع المدونة، وكيتم وضع بعض التعديلات في زمن الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه في إطار الشريعة الإسلامية اللي هي شريعة محافظة ومتكاملة. حيث أنا كابن أمرني الله تعالى باش نحسن الوالدية وقال لي واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. والله تعالى أمر الأب نتاعي باش يحسن الأم نتاعي وقال لي وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن يجعل الله فيهن خيرا كثيرا. كذلك الله أمر الأم نتاعي باش تطيع الأب نتاعي، وكيف قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. زائد الله تعالى أمر الأبوين تاعي باش يهتموا بيا ويربيوني أحسن تربية، كيف قال الرسول عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأخيرا القوامة اللي كيعطيها الله تعالى للرجل باش يحمي الأسرة ويعتني بها وينفق عليها، كما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وهذا الشيء كله باش تكون عندنا أسرة متماسكة قوية محافظة. وحتى إلا كانت شي حالة شاذة من مسلم أو مسلمة هذا ما كيخليناش نبدلو شريعة سمحة على قدها بسبب تهور فرد من مجتمع مغربي مسلم محافظ. حتى لهنا باقي كل شيء واضح وباين عزيزي المشاهد، راه الأسرة المحافظة تساوي مجتمع محافظ، وتدمير الأسرة يساوي تدمير المجتمع. ولكم في المجتمعات الغربية عبرة، كيف قال الحسن الثاني الله يرحمه إذا كان المقصود بالحداثة القضاء على مفهوم الأسرة وعلى روح إيذاء الأسرة والسماح بالمعاشرة الحرة بين الرجل والمرأة والإباحية عن طريق اللباس مما يخدش مشاعر الناس، إذا كان هذا هو المقصود بالحداثة فإنني أفضل أن يعتبر المغرب بلدا يعيش في عهد القرون الوسطى على أن يكون حديثا. وهنا كيبين لنا الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه أهمية الأسرة والمجتمع المحافظ. وسيدي بقات غادية القضية من سنة 1993 حتى سنة 2003 ميلادية، وكيتم التعديل الثاني من طرف الملك محمد السادس حفظه الله، وكذلك في إطار الشريعة الإسلامية وفقا للمذهب السني المالكي اللي هو مذهب الدولة، زائد الانفتاح على بعض المذاهب الأخرى السنية. والغريب في الأمر هو أن الخطاب نتاع الملك محمد السادس حفظه الله اللي كان في سنة 2022 ميلادية وقال فيه بصفة أمير المؤمنين لن أحل ما حرم الله ولن أحرم ما أحل الله، راه هاد المقولة نفسها كانت في سنة 2003 ميلادية من طرف الملك محمد السادس وقال نفس الهضرة بالضبط. وهذا كيدل على تشبث الملك بنفس المبادئ بخصوص الأسرة المغربية وكيتشبث بمبادئ أجداده وفقا للشريعة الإسلامية، حيث راه الأسرة شي حاجة مقدسة في الإسلام وعند المغاربة. وفي سنة 2004 ميلادية كتعرض مدونة الأسرة لأول مرة على البرلمان في المغرب وكيتم المصادقة عليها.
أما بالنسبة للخطاب الملكي بخصوص مدونة الأسرة اللي كان في سنة 2003 ميلادية، كان مأطر بين ثلاثة المنطلقات أساسية اللي هي المرجعية الإسلامية وفقا للمذهب السني المالكي، مع الاجتهاد في بعض المسائل والأخذ بالمذاهب السنية الأخرى. ثانيا، الأخذ بمقاصد الإسلام السمحة من العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف. ثالثا، عدم اعتبار المدونة قانونا للمرأة، بل مدونة الأسرة أبا وأما وطفلا. وبسبب هذه المنطلقات خلى مدونة الأسرة يكون لها القبول من طرف القوى السياسية المغربية في ذاك الوقت اللي كانوا فيه أبناء الاستعمار باقي صغار وما كيهضروش. المهم بقات غادية القضية حتى سنة 2023 ميلادية، وكيأمر الملك محمد السادس حفظه الله بتعديل مدونة الأسرة بنفس الخطاب نتاع 2003 ميلادية اللي فيه المقولة الشهيرة بصفة أمير المؤمنين: لن أحل ما حرم الله ولن أحرم ما أحل الله. ولكن في هذا الوقت أبناء الاستعمار كبروا ولاو حتى هما كيهضروا وما عجبتهمش الهضره، وبغاو يفسدوا الأسرة المغربية ويمشيو على خطى ما أفسده الاستعمار الفرنسي، ويحلوا العلاقات الرضائية ويشجعوا قوس وقزح ويبدلوا الأحكام الربانية ويطبقوا الأجندات اللي عطاها لهم أسيادهم في الغرب. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وختاما كنوجه واحد الرسالة للمغاربة الأحرار اللي كيغيروا على دينهم والتقاليد نتاعهم وعلى الأسرة نتاعهم: كونوا يد وحدة ضد هاد السموم اللي جاية واللي هدفها تدمير الأسرة المغربية المحافظة، ونخليو الخلافات جانبا، حيت راه فساد الأسرة يساوي فساد المجتمع، ولكم في المجتمعات الغربية عبرة، والمغرب له تاريخ وعنده مبادئ وأسس وحضارة وتقاليد، وما نخليوش شرذمة أبناء الاستعمار الفرنسي تغير ما تؤمن به أمة مسلمة مغربية. والسلام عليكم وعتال خونا التاريخ.